ساكاموتو تارو أفشخ وأخطر قاتل مأجور عرفته البلد. دخل على جيش كامل وبدأ يقتل في كل واحد فيهم، القاتل اللي كل المختلين بيهابوه وبيعملوا له ألف حساب. بس كل ده بيتغير في اليوم اللي بيكون بيشتري حاجة من السوبر ماركت، وهناك بيقابل موظفة فبيقول إيه ده في كده، وبيقرر إنه يعتزل حياة الإجرام وبيتجوزها وبيخلفه كمان. وبعدها بيتحول ساكاموتو أخطر قاتل لساكاموتو المدهن، وبيفتح مع مراته متجر صغير. وفي يوم الطفل الرزل ده كان قاعد بيلعب، حصل إنه وقع علبة حبر كاملة على بنطلون أبيض لزبون، فاتعصب عليه وقال له: "إيه اللي أنت عملته ده يا أبو شخة؟" فالراجل مسكه كده ورفعه، فالولد غصب عنه داس برجله تاني على البنطلون وعمل بُقعة كمان، فالراجل بدأ ييجي له تشنجات من اللي عمله الواد ده. ولمّا جاب آخره وكان هيضرب الولد، سكاماتو لحقه ومسكه من دراعه ومسك القلم وقتله على طول. بس ده طبعًا حصل في خياله، فالراجل رجع في كلامه بعد مسك الدراع ساكاموتو. في نفس الوقت كان في شخص موجود وبدأ إنه يسلم على ساكاموتو ويقول له حركة القلم دي كانت جامدة، وده بيكون شين وقدرته هي قراية الأفكار. عشان كده عرف حركة القلم اللي فكر فيها ساكاموتو، فساكاموتو بدون أي مقدمات بيقتله برضه، بس برضه في خياله. شين بيقول له: "بطّل تفكير في إنك تقتلني، أنا شين اللي كنت شغال معاك قبل كده." وبيبدأ بعدها شين يقول له: "أنت مش ناوي ترجع للشغل بتاعنا؟ خسارة مهاراتك دي ترميها، وبعدين أنت مش شايف كرشك اللي دلدل ده؟ ده أنت كمان كنت عامل حالة خوف لكل مجرم." بعدها شين بيولع سيجارة في ساكاموتو، في حركة واحدة بيقسم سيجارته دي نصين وبيشاور له على علامة التدخين. شين مش بيصدق سرعته اللي لسه محافظ عليها وهو مدهن كده. بعدها بيجي الراجل ده اللي بيطلب مساعدة من ساكاموتو. شين بيستغرب من إن في حد ممكن يطلب مساعدة أصلا من ساكاموتو، فبيقول بس أكيد ساكاموتو متنكر عشان المهمة. فبعدها ساكاموتو بيمسك الأداة الحادة دي وبيبدأ إنه يقطع أطراف الشجرة. شين بيقول له: "في إيه يا عم أنت طيب ليه كده؟" بعدها بيرجع شين لعربيته وبيلاقي مكالمة من حد اسمه زعيم اللي بيسأله: "ها عرفت تقنعه؟" فشين بيقول له: "هو إحنا لازم يعني نقتله؟ ما أعتقدش إن إحنا لو سيبنا واحد بكرش زي ساكاموتو ده ممكن يعمل حاجة." فالزعيم بيقول له: "أنت عارف إن إحنا عندنا قاعدة، وهي إن اللي بيدخل عندنا وعايز يخرج بيخرج على قبره." ساكاموتو كان عارف القاعدة دي وقرر برضه إنه يمشي. بعدها بيتعصب ويقول لشين: "أنت عارف إن أنا ممكن أبعت حد غيرك في المهمة دي، فيتخلص يا تحصله." فشين بيقفل المكالمة في وشه عشان هي مش ناقصة صداع، فبيضطر يرجع شين عشان يقتل ساكاموتو. لما بيدخل عليه بيقول: "أنا قررت إني أسيب البلد النهارده، فجيت عشان أودعك." وفي نفس اللحظة شين بيضرب طلقة ناحية ساكاموتو، وبتحصل حركة إخراجية هندية لما ساكاموتو بيطير في اللبانة ناحية الطلقة عشان تغير اتجاهها. وبعدها بيكمل ساكاموتو الخناق بإنه يرمي على شين أكياس أكل، ولما شين حاول إنه يغير مكانه بسرعة اتحرك ساكاموتو واداله واحدة كيك لزقته الناحية التانية من المحل. بيبدأ شين يشوف ساكاموتو بس بشكله القديم، وبعدها بيغمى على شين. ولما بيصحى بيلاقي نفسه على السرير في بيت ساكاموتو. ومش بس كده، عيلة ساكاموتو بتاخده وبتعزمه على الأكل اللي شين بيكون قلقان إنه يكون مسموم، بس قال لنفسه إن هو اتدرب إنه يستحمل السم وبدأ إنه ياكل. ومرة واحدة الرؤية عند شين بتبقى ضبابية، وده لأن الأكل طعمه جامد قوي. وبيبدأ شين يفهم إن ساكاموتو اعتزل الإجرام عشان كان بيحاول يحمي اللحظات اللي بتجمعه مع عيلته دي. وبعدها شين بيشكره على الأكل وبيمشي، بس قبل ما بيمشي ساكاموتو بيشاور له على الورقة اللي مكتوب فيها: "شكرًا على زيارة المحل وعايزينكم تنورونا تاني." بيرجع شين بعدها لمقر المنظمة عند الزعيم اللي بيقول له: "يا لهوي على الخيبة، ما قدرتش تقتله." شين بينزل على ركبته وبيتذلل للزعيم عشان ما يقتلش ساكاموتو، فالزعيم بيستغرب وبيقول له: "أنت ليه بتعمل كل ده عشانه؟" شين بيقول له إن ساكاموتو بقى عنده عيلة وعايز يحميها. الزعيم بيرد عليه بإن ساكاموتو كسر قاعدة المنظمة فعشان كده لازم يموت. شين بيقول له: "طب سيبني أنا أشيل الليلة دي." وبيطلّع المسدس وبيحطه على دماغه وبيقول له: "ضحي بيّا أنا مكانه." زين بيسأله: "أنت ليه بتساعده كده؟" شين بيقول له: "أنا كنت هاقتل الشخص اللي كنت باعتبره قدوتي، فتقدر تقول إن دي طريقتي في التكفير عن اللي أنا عملته." الزعيم بيقول له: "حلو، لو أنت عملت كده فعلًا أنا هاسيب ساكاموتو في حاله ومش هاقرب له." بس طبعًا هو بيكدب لإنه جوّه عقله هو هيسيب شين يموت وبرضه مش هيسيب ساكاموتو في حاله. بس شين عن طريق قدرته عرف كل اللي بيفكر فيه، فالزعيم خلاص قرر إنه يقتله. في نفس الوقت ساكاموتو كان بيسمع كل اللي بيحصل، وبعدها بدأ يدوس على شوية زراير من الكاشير، وفجأة المكان اتحول من سوبر ماركت عادي لمكان فيه كل الأسلحة اللي ممكن تتخيلها، حتى لو كان مفتاح الأنابيب. بس ساكاموتو من بين كل الأسلحة الجامدة دي قرر إنه يختار سلاح ما يخطرش على بال حد، وهو مسدس الصاعقة. ونرجع بقى لشين اللي بيحاول يهرب من العصابة وما بيكونش معاه غير خزنة واحدة. وبعدها وهو بيتحرك بتيجي طلقة في رجله بتوقعه، وبيجي 3 وكل واحد فيهم بيحط المسدس على راس شين وخلاص هيضرب الطلقة، لكن بيجي ساكاموتو وبيكهربهم كلهم وبيطلع بعدها عيدان الأكل عشان الكابتن ده لما يضربه طلقتين يعرف يمسكه. وبعدها بيطلع سكينتين وبيتحرك بسرعة وبيقسم مسدس الزعيم لنصين، وبحركة واحدة منه بيهزم الزعيم واللي معاه. بعدها بيرجع لشين اللي بيسأله: "أنت عرفت مكاني هنا إزاي؟" فساكاموتو بيمسك مسدس شين وبيخرج منه جهاز تنصت، ولساكاموتو بعد ما أغمى على شين من الكيك اللي خدها، فشين بيقول له: "أنا ناوي أسيب البلد النهارده." وقبل ما بيكمل ساكاموتو بيرمي على وشه قميص الموظفين ومكتوب عليه اسم شين، وبيقول له: "مرتبك في الساعة هو 800 ين." اللي هو حوالي 250 جنيه مصري، ولو اشتغلت ساعات أكتر مرتبك هيزيد. وبيقبل شين الوظيفة الجديدة في المحل اللي احتمال يقفل من كتر ما ساكاموتو بيخلص في المخزون بتاع المحل. وبعدها بيبدأ شين إنه يطبل لساكاموتو ويقول له: "إيه يا جدع الجمدان ده، أنا ما شفتش حد بيعرف يضرب زيك كده، حتى وأنت بكرش كده لسه أسطورة."
ده أنت كمان قتلت معظم العصابة بضربة واحدة. مرات ساكاموتو بتسمع كلمة قتلت دي وبتبص لساكاموتو بتقول له ما تقولش أنت رجعت للقتل تاني. ساكاموتو بيقول لها لا 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 لا, لا طبعا. شين بيقول له امال الجثث اللي لسه من شوية دي إيه؟ ساكاموتو بيقول له أنا ضربتهم في أماكن مش مميتة. مرات ساكاموتو بتكمل وبتقول له أنت عارف إن أنت لو كسرت قاعدة العيلة دي ده معناه الطلاق مش كده؟ ساكاموتو بيقول لها فاهم فاهم. شين بيقول له معلش بس هو إيه قاعدة العيلة دي؟ فساكاموتو بيقتل شين على طول، بس برضه في خياله. شين بيقول له: "هو أنت كل ما حد يكلمك هتقتله في خيالك؟" ساكاموتو بيقول له وهو متعصب: "ما تتدخلش في اللي ما لكش فيه." بعدها بيروحوا الحي الصيني عشان ساكاموتو يشتري سندوتشات لحمة اللي بتكون محدودة ب50 سندوتش بس، وهُم مروّحين بنت بتنط من الدور التالت فوق وبتقع على ساكاموتو وبتبوظ الأكل اللي كان ساكاموتو جايبه، والبنت دي اسمها لو شاوتينج، واللي بيكون في ناس بتجري وراها وعايزين يمسكوها. شين بيقول لساكاموتو: "شكلنا كده دخلنا في حوار متعب." بس ساكاموتو مش بيبقى مركّز غير في الأكل اللي اتهرس ده، وبيبدأ 3 يتحركوا ناحية لو، بس هي بتعرف تضرب 2 منهم، والتالت بيعرف إنه يمسكها، وبييجي واحد رابع ومعاه سكينة، وبيتحرك عشان يعورها في رجلها، بس بييجي ساكاموتو بيمسك السكينة بتاعة السمك وبيكسر السكينة، وبيضربه ضربة واحدة وبيهزمه، وبييجي يشيل من ورا الراجل اللي ماسك لو وبيكسر على دماغه اليافطة بتاعة المحل، وبيتبقى واحد وبيكون معاه مسدس، بس لو بتعرف إنها تهزمه، وبعد ما بيهزموهم بييجي 5 كمان غيرهم. فبيقرر شين وساكاموتو إنهم يهربوا، وبنروح بعد كده لمكان اسمه شركة دان، وجوه المكان ده بنشوف رئيس الشركة اللي بيكون بيكلم التابع بتاعه وبيقول له إحنا قتلنا عيلة البت دي كلها عشان نقدر نوصل بس للمفتاح اللي معاها، وبيستدعي أخين توأم بس مش قوي. الأقرع اسمه باتشو والتاني اسمه سون. رئيس الشركة بيقول لهم المفتاح اللي مع البنت ده هو اللي هيخلينا نسيطر على السوق السوداء، فمهمتكم هي إنكم تجيبوا لي المفتاح ده مهما يحصل. فباتشو بيقول له مهما يحصل يعني لو قتلنا أي حد مفيش مانع مش كده؟ فبيقول لهم عادي اعملوا اللي انتوا عايزينه. بنرجع بقى لساكاموتو والجماعة وبتبدأ لو تقول لهم إنها تبقى من عيلة لو، واحدة من أشهر عائلات المافيا، وبتقول لهم إن المفتاح ده هو سبب إنهم بيجروا وراها. شي بيقول لها طب ما ترمي المفتاح ده وترتاحي. فلو بتتعصب من كلامه وبتقول له أنا لا يمكن أعمل كده، المفتاح ده يبقى الحاجة اللي عيلتي ضحت بحياتها عشان تحافظ عليه. وبيجي فلاش باك عنها لما كانت صغيرة والبيت كان بيولع وسلموا لها المفتاح وقالوا لها اهربي قبلنا، فهي تبعت كلامهم ومشيت. وبعدها لو بتقول لهم انتوا مالكمش دخل في الموضوع وانا بعتذر ان انا حطيتكم في الموقف ده. ولمّا بتكون بتحاول إنها تمشي، شين بيحاول إنه يلحقها، بس ساكاموتو بيوقّفه، هو بيقول للو: "قولي لي، أنتِ بتعرفي تطبخي؟" فبتقول له: "يعني اتعلمت شوية." ساكاموتو بيقول لشين: "إحنا هنوقّف shopping شوية عشان ننقذ البت دي، بس بمجرد ما نخلّص وتكوني سليمة، أول حاجة هتعمليها هو إنِّك هتطبخي لينا." وبمجرد ما بيخلّص ساكاموتو كلامه، بييجي واحد وبيرزعه واحدة رجل حدفته المبنى التاني. شين بيسأل لو: "مين دول؟" لو بتقول له إن دول يبقوا توأمين مختلين، بيقتلوا هدفهم مقابل كمية كبيرة من الفلوس. كل واحد فيهم بيستمتع بالقتل، وعندهم عادة مريبة في إنهم بيرسموا راس الضحية اللي قتلوها. شين بيتحرك بسرعة ناحية سون عشان يضربه، بس سون بيصد ضربته بسهولة وبيقول له: "إيه، زعلت أوي عشان زميلك اللي مات؟ أنا ما كنتش أعرف إنك حساس أوي كده." شين بيفلت من مسكته وبيقول له: "مات؟ أنت شكلك غلبان ما دام ما تعرفش ساكاموتو." وبيتحرك الأقرع باتشو ناحية لو بسرعة، بيحرك سيفه بسرعة ناحيتها، بس ساكاموتو بييجي وبيضربه ضربة على قريته وبتلزقه في الأرض، ومن قوة الضربة السقف بيقع بيهم. فسون بيقول لأخوه: "الجدع ساكاموتو ده شكله قوي فعلًا، والّا إيه؟" باتشو بيقول له: "ولا قوي ولا حاجة، ده بس السقف تلاقيه كان مكسّر شوية." وبيستحلف لساكاموتو على اللي عمله. سون بعد كده بيقول للو: "الأحسن إنك تدّيني المفتاح وساعتها هاموّتك موتة سريعة." لو بترد عليه بإن المفتاح ده يعتبر ذكرى من أبوها ولا يمكن حتى تسيبه لو على جثتها. سون بيقول لها: "أنتِ بتفكّريني بكلام أبوكِ وأمِك اللي قالوه قبل ما يموتوا موتتهم اللي تكسف دي." وبيقول لها: "إنِّك تتعلقي بحاجات مادية وتفضّليها على حياتِك، ده أنتم عيلة ما عندهاش أي كرامة." له الكلام بيستفزها وبتتحرك ناحية سون، بس ساكاموتو بيمسكها كده وبيلقحها ورا. شين بيقول لها: "ما تخلّيش كلام زي ده يستفزِّك." فلو بتوضح لهم إن الخزنة اللي الأخين دول عايزين مفتاحها جواها تعب عيلتها كله، وإن الأخين دول هم اللي قتلوا عيلتها. سون بيقطع كلامها وبيرمي عليها السكينة، بس ساكاموتو بيوقفها بإيده وبيقول لهم إن ما ينفعش يبقى حد غريب هو اللي يحدد إيه اللي ينفع إن حد يعزه وإيه اللي ما ينفعش. لو بتاخد بالها إن ساكاموتو إيده بتنزل دم، فبتقول له: "أنت ليه بتحاول تنقذني للدرجة دي؟" فساكاموتو بيفتكر لمّا كان لسه مغتال وراح وقابل مراته وكان وشه عليه دم، فبتقول له: "بُص أديك جيت تاني وأنت عليك دم." فبيقول لها إن هو كان بيعمل شغله، فبتقول له: "قصدك شغلك اللي بتقتل الناس فيه؟ أنت إزاي بتقدر تعمل حاجة بالوحاشة دي؟" ساكاموتو بيقول لها: "لولا الشغل ده أنا ما كنتش قدرت أجيب لِك الهدية دي." فبتقول له إنها مش عايزة هدية مليانة دم زي دي، وبتبدأ تتحرك لورا وبتقول له: "لو أنت مش ناوي تتغير." وما بتكملش وبتطلع تجري وبتنط من على السور. ساكاموتو بيتخض وبيتحرك بسرعة وبيكسر السور عشان يلحقها، وبيقعوا على التلج ومش بيحصل لهم حاجة. وبتقول له: "شُفت إزاي أنت كنت هتزعل لو أنا مُت؟" نفس الحكاية عند كل شخص، كل واحد ليه شخص عزيز عليه، ودي هتكون قاعدة العيلة. وبتقول له: "من هنا ورايح عيش حياة عشان تنقذ حياة الناس." ساكاموتو بيقبل كلامها وبيوعدها بده. وبنرجع للخناقة اللي بيكون فيها شين بيعيط عشان هو قرا كل اللي فكر فيه ساكاموتو من شوية. ساكاموتو بعدها بيقول لشين إحنا هنكمل بس من غير قتل. بعدها بيتحرك باتشو ناحية ساكاموتو اللي بيصد ضرباته بصينية خشب، وبيخش عليه بعدها سون اللي بيصد ضرباته بالمعالق. بعدها بيقرر باتشو وسون إنهم يستخدموا تقنية سرية مع بعض وبيهاجموا بيها ساكاموتو اللي بيتفادى كل ضربة جاية ناحيته. سون بيستغرب وبيقول هو الجدع ده إزاي فلت من كل الضربات دي؟ التقنية دي مستحيل حد يعرف يفلت منها.
وخصوصًا لمّا يكون عنده كرش مدلدل زي ده. سون وأخوه بعدها بيقرروا إنهم يعملوا تقنية جديدة. سون بيقول لساكاموتو: "أنت تالت شخص يشوف التقنية دي." وبمجرد ما بيبدأوا، ساكاموتو بينزل بحلة الطبيخ على قرعة باتشو، وبطاسة البيض بيكسر سلاح سون. سون بيفكر وبيقول: "خلاص أنا مش عايز أواجههم تاني، أنا هاقتل البنت دي وخلاص." بس شين بيكون سمع كل كلامه وبيمسكه بالحبل من رقبته وبيلقحه على الأرض. وبعدها بينزل ساكاموتو على سون بتلاجة كاملة. وبكده يكون شين وساكاموتو هزموا الأخين التوأم. نرجع لرئيس شركة دان اللي بيكون واقف قدام الخزنة ومستني الأخين عشان يجيبوا المفتاح. هما بيوصلوا بس بيكونوا مرهقين شوية، واللي بيوصلهم هما شين وساكاموتو. ولسه رئيس الشركة بيسألهم انتوا مين، بتيجي له وبتحط السكينة على رقبته وبتقول له: "ما اسمعش صوتك خالص." فبيبدأ يذلل لها وبيقول لها: "أبوس إيدك بلاش، هاعمل لك اللي أنت عايزاه." وبتقول له: "حتى لو أنت اعتذرت عيلتي مش هترجع تاني." فلو بتقرر إنها تضربه وتكتفي بده. شين بيقول لها: "أنتِ متأكدة؟ ما دام قدامك الفرصة ما تقت" بس قبل ما بيكمل ساكاموتو بيقتله على طول، بس في خياله. شين بيقول له: "أنت بتقتلني تاني ليه؟" ساكاموتو بيقول له: "ما تقولش حاجات ما لهاش لازمة." لو بتقول له: "لو أنت هتقتل كل واحد هيضايقك يبقى كده مش هتخلّص، اللي أحسن من كده إنك تعيش بسعادة." بعدها لو بتفتح الخزنة أخيرًا وبتلاقي جواها كميات ضخمة من الدهب والفضة ومجموعة من الأقراص والكتب، وبيكون في إزازة عصير ومشيها عصير متعلق عليها رسالة وبتكون من أبوها ومكتوب جواها: "العصير اللي هاشربه مع بنتي لما تكبر." وبعدها بتعزم لو على شين وساكاموتو بالعصير من باب الشكر على مساعدته، وبيقعدوا ياكلوا الأكل اللي اتهرس من شوية. وبييجي اليوم اللي بعد كده وبيكون أول يوم للو في الشغل. فشين أول ما بيشوفها بيقول لها: "أنتِ إيه اللي جابِك هنا؟" فبتقول له: "أنا مش لاقية شغل فجيت هنا عشان أطبخ الأكل." فشين بيقول لها: "شغل إيه؟ أُمّال الكنوز اللي عندِك دي إيه؟" فبتقول له: "أنا مش هاستخدم فلوس عيلتي بالسهولة دي." ساكاموتو بيقاطع كلامهم وبيقول لهم: "خلاص يا جدعان بقى صدعتوني." فشين بيقول له: "فكّرتني صح، ذكرياتك عن إزاي أنت بطّلت تشتغل قاتل كانت مؤثرة فعلًا." ساكاموتو بيقول له: "أنت عرفت إزاي الموضوع ده؟" فشين بيقول له: "لمّا إحنا كنا بنواجه التوأم سمعت أفكارك." فساكاموتو بيقول له: "طالما أنت فرد من عيلة ساكاموتو يبقى لازم تتّبع القواعد دي." وبيطلّع له مذكرة مكتوب فيها قواعد عيلة ساكاموتو، وأول قاعدة هي إنك ما تقتلش حد. ساكاموتو بيقول له: "لو كسرت القاعدة دي هاقتلك." شين بيقول له: "مش ده عكس اللي مكتوب برضه؟" بعدها بنروح لمشهد بتكون فيه شاشة عرض بتعرض محل ساكاموتو، وبيكون في مجموعة من الناس وبييجي لهم ورق من منظمة اسمها المختالين، عليه مكافآت للمطلوبين ومنهم ساكاموتو اللي عليه مكافأة رقمها مليار ين. بنرجع للمحل تاني اللي بيبدأ شين يحس إنه هيتشل بسبب إن اللو بتحط كل حاجة بعشوائية، زي إنها تحط المنظفات في التلاجة أو إنها تحط كل حاجة في مكان واحد، والزبون ده هيختار اللي هو عايزه. شين بيقول لها: "أنتِ شكلِك ما اشتغلتيش قبل كده في وظيفة part time." لو بتقول له: "ليه يعني أنت فاكرني جاهلة؟ أنا كنت باشتغل مع أبويا، كنت باحفر حُفَر كبيرة وبادفن أكياس جواها حاجات مش عارفاها." شين بيجيب آخره من كلامها وبيروح لساكاموتو وبيقول له: "خلّينا نطرد البت دي مبوظة جوّنا المسالم." لو بتقول له: "جو مسالم إيه يا اسطى، هو فين الجو ده؟" فساكاموتو بيقول لشين: "ما ينفعش تتكلم كده معاها." وبيقول للو: "وأنتِ برضه لمّا تتأخري في الشغل لازم تعتذري." فشين ولو بيبصوا باستغراب ناحية ساكاموتو عشان هُم مش متعودين يشوفوا ساكاموتو بيرغي بالشكل ده، حتى هو مش بيتكلم مع نفسه كتير. ساكاموتو لمّا بيسمعهم بيقول لهم: "أنتم فاكرينّي مجرد حتّة دهن بتتكلم صح؟ لو فكرتوا بالشكل ده تاني أنا هاقتلكم." وبيقول لهم إن هو إنسان زيه زيهم وبيشكرهم على تعبهم معاه. فشين بيستغرب مش بس من كتر كلام ساكاموتو، لأ وكمان عشان شخصيته اللي اتغيّرت فجأة دي. وفجأة الباب بيفتح وبيدخل شخص غير متوقع خالص، لإن اللي بيدخل هو ساكاموتو برضه. فهُم الاتنين بيتخضوا وأنا اتخضيت كمان معاهم. ساكاموتو اللي لسه داخل ده بيخش يقعد وكأن ما فيش حاجة غريبة. فساكاموتو المُريب اللي كان موجود في الأول بيروح له بيقول له: "إيه ده، أنت إزاي شبهي كده؟" وفجأة بيطلّع بسرعة سكينة ناحيته، بس ساكاموتو التاني بيعرف إنه يفلت منها وبيطلّع مشرط من قدّامه. فساكاموتو المُريب بيطلّع مسدس هو كمان، وبيبقى كل واحد تحت رحمة التاني. وبعدها كل واحد بيرجّع سلاحه لورا، وبيبدأ ساكاموتو يسلِّم على ساكاموتو المُريب وبيناديه باسم ناجامو. فبيتغيّر شكله في ثانية. فشين بيستغرب مش بس عشان ناجامو قدر يغيّر شكله في لحظة، وإنما كمان عشان ما كانش قادر يقرا أفكاره. بعد كده ناجامو بيبُص على شين ولو، بيبدأ إنه يضحك عليهم، فبيتعصبوا منه وبيضربوه على دماغه. فبيقول لهم: "معلش ما كنتش أعرف إنكم مغفلين للدرجة دي." فشين بيسأل ساكاموتو وبيقول له: "مين ده؟" فبيقول لهم إنه اسمه ناجامو وإنه شغال في المحل اللي قصاده، وإنه كمان يبقى صاحب ساكاموتو. وبيقول لهم إن هو عنده 18 سنة. فشين بيقول له: "بس أنت شكلك ما يدّيش 18 سنة. وبعدين ثانية واحدة، إحنا ما فيش محل قدّامنا." فساكاموتو بيقول لهم إن ده يبقى مختال زيه وكان زميله وعنده 27 سنة. فشين ولو بيضربوه تاني عشان كدبه اللي مش بيخلص ده. وبعد ما ناجامو بيتضرب بيقول لهم على الخبر بتاع المكافأة اللي على دماغ ساكاموتو وهي المليار ين، وإن الموضوع ده خلاص اتكرر عن طريق منظمة المختالين. وبييجي واحد وبيقاطع كلامهم وبيكون ديليفري البيتزا. بيكمل ناجامو كلامه بأن الخبر معظم المختالين عرفوا بيه. في نفس الوقت شين بيسمع أفكار بتاع الدليفري اللي بتوضح نية القتل عنده، وده بيكون ناكيجما مغتال وشغال دليفري بارت تايم. وأول واحد بيهاجمه هو ناجامو وبيقول لهم: "ما حدش فيكم يتحرك، لو عايزين يعني الأمور ده ما يموتش." بس لو وساكاموتو بيبقوا قاعدين وبيعملوا ريفيو للأكل. فالدليفري بيتضايق منهم وبيقول لهم: "هاقتله." وهُم برضه مكملين. فبيتضايق أكتر وبيكون لسه هيقتل ناجامو، بس الأخير بيعرف في ثانية يبدل مكانه معاه وبيقول لهم: "شفتوا مش قُلت لكم الخبر انتشر." وبيضغط جامد على رقبة الدليفري. ساكاموتو بيبص بعصبية وبيقول له: "اوعى تقتله."
فنجمو بيسيبه على طول وبيقول لساكاموتو: أنت بجد ناوي تكمل طريقك من غير ما تقتل حد؟ هتقدر تواجه كل القتلة كده؟ ساكاموتو بيقول له: هو مين ده اللي هيستفيد لما أنا أموت دلوقتي؟ نجمو بيبص له جامد وبيقول له: أنا ما أعرفش، إحنا القتلة مش بنسأل، إحنا بننفذ بس. وبيقول له: وبعدين في حاجة، أنت من ساعة ما طلعت معاش مبكر وأنت شهرتك زادت، وبعدين في حد يروح يواجه رئيس شركة دان ويهزمه؟ أنت عبيط يا اسطى. لو بتقول له: هم هيجوا تاني ولا إيه؟ نجمو بيقول لها: أكيد لا، يعني هيجي ناس أقوى منهم. بعدها بيودعهم نجمو وبيقول لساكاموتو: أنا جيت بس أشوفك قبل ما تموت. وبياخد معاه جثة الدليفري. بعدها عين ساكاموتو بتيجي على علبة البيتزا اللي بتنقلنا المشهد فيه مجموعة من الناس بتراقب ساكاموتو، واللي معظمهم بيبقوا مستغربين ازاي واحد عنده اللغد ده كله ويتحط عليه مكافأة كبيرة زي دي، وبيبقوا شايفين ان ابو شعر اسود هو اللي يستحق المكافأة دي اللي هو نجمه يعني. وبيجي واحد زي الزعيم وبيقول لهم: اللي انتوا بتتريقوا عليه ده لازم تحاولوا تتفوقوا عليه في كل حاجة، بداية من المكان والتوقيت، وتختاروا أسوأ لحظة بالنسبة له وتهاجموه، لأن الشخص ده يبقى واحد من النظام. فكلهم بيستغربوا من موضوع النظام ده، لأن النظام بالنسبة لهم بيبقى حاجة خرافية مش حقيقية. واحد منهم بيقول: ما اعتقدش ان احنا هنواجه مشكلة معاه، ده واحد اعتزل القتل من 5 سنين. وفجأة ساكاموتو بيبص لهم في الشاشة وبيهددهم وبيقول لهم: لو ضايقتوني مرة كمان انا هعذبكم. وبيضربهم طلقة في وش الكاميرا. وبعدها عيلة ساكاموتو بتقرر انها تروح الملاهي في نفس اليوم اللي اتحطت فيه المكافأة على راس ساكاموتو. فشين بيبدأ يقول للو على شوية قواعد: واحد، أي عدو نلمحه نمرجحه. اتنين، نخلي عيلة ساكاموتو تستمتع بالأجازة. لو بتقول له: بس أنت إزاي هتعرف مكان الأعداء؟ شين بيقول لها: ما تبحلقيش فيا كتير، وكمان ما فيش أعداء هنا. لو بتقول له: إزاي عرفت ده كله؟ شين بيقول لها: لما أنا بركز بقدر أسمع أفكار كل شخص جوه دايرة المسافة بيني وبينه 30 متر. وبيقول لها كمان إن الأعداء نية القتل بتكون واضحة عندهم. لو بتقول له: ثانية، هو أنت كنت بتقرأ أفكاري طول الفترة دي؟ شين بيقول لها: بطلي هبل، الموضوع مش سهل للدرجة دي، لأن أنا لو مركزتش كويس مش هنجح. وبيشبه لها الموضوع بالراديو اللي انت بتحاول تظبط الاريال بتاعه على القناه اللي انت عايزها. وفجاه شين بيحس ان نيه عدو قريبه منه، فبيبلغ ساكاموتو على طول، واللي بيقرب منهم بيكون مغتال وعامل نظافه بارت تايم. والاتنين بيبداوا يتحركوا بكل هدوء ناحيه بعض. وفجأة عامل النظافة بيطلع سكينة من المكنسة، وفي نفس الوقت برضه ساكاموتو بيسحب قلم من جيب عامل النظافة، وبحركة واحدة بالقلم ساكاموتو من غير ما يبص أصلا بيوقفه مكانه. وبيجي شين ولو وبيشيلوا الجثة وبينقلوها قبل ما عيلة ساكاموتو تاخد بالها. وبعد ما بينقلوها شين ولو بيدركوا إن ساكاموتو ده خطير فشخ، وإنه كمان ما اكتفاش بإنه هزم عامل النظافة من غير ما يبص، ده كمان ضربه في حتة مش خطيرة عشان ما يقتلوش. وفي نفس الوقت بيكون حد بيراقبهم عن طريق منظار، وبيكون ماسك في ايده ملصقات مطلوبين، ومنهم ساكاموتو وشين اللي بيفكر ازاي هيقدر يفلت من قدرة الافكار بتاعته. ففكر ان هو لو ما فكرش شين مش هياخد باله، والشخص ده يبقى اسمه تاتسو. وبيطبق الفكرة دي فعلا وبيعدي من ورا شين بكل هدوء، وشين مش بياخد باله خالص. وبعدها بتتحرك عيلة ساكاموتو وبتروح عشان تركب قطر السرعة اللي ساكاموتو بيكون بيعاين عشان يقفل قفل الامان. وبيركب وراهم شين ولو اللي بتبقى مستغربة ليه هم قاعدين ورا. فبيقول لها: عشان نقدر نراقب الوضع، وكمان عشان الكراسي اللي ورا بتبقى اسرع. ولما القطر بيتحرك بتقول له: فين اسرع دي، ما احنا نفس السرعه. بعد كده شين بيبدا انه يدور على حد افكاره مريبه او غريبه. لو بتقول له: مين اللي هيجي هنا عشان يقتل؟ لو عينها بتاع على صاحبنا القاتل وبتقول ان الراجل ده شكله مش تمام، شكله ما يدلش على غير كده. شين بيقول لها: ايه اللي انت بتقوليه ده، ما تحكميش على حد من خلال مظهره. فتاتسو بيسمع كلامهم وبيبدا يفكر: ايه، شكلي اتقفشت ولا ايه؟ شين بيسمع اللي قاله ده وبيبلغ ساكاموتو على طول. في نفس الوقت تاتسو بيطلع المسدس بتاعه وبيضرب على ساكاموتو اللي بيصد الطلقة بتاعته عن طريق النضارة اللي بتكون مضادة للرصاص. بعدها بيبدأ شين يطلع المسدس اللي معاه ويكسر القفل. لو بتقول له: هتعمل ايه يا مجنون، القطر هيتحرك بأقصى سرعة دلوقتي. شين بيستنى لما القطر يوصل لأقصى سرعة وبينط نطة عالية وبينزل على كرسي تاتسو وبيكسر القفل عنه، وبيقول له: تعالى معايا عايزك في كلمتين. وبياخده معاه وبينط بيه من فوق القطر اللي بيتحرك بسرعة عالية. تاتسو بيعرف يفلت منه وبيقعوا هما الاتنين على سكة الحديد اللي تحتهم. وبعد ما بينزلوا تاتسو بيقول له: ايه يا جدع، ده حد يعمل كده؟ انا افتكرت نفسي هموت. شين بيقول له إن ساكاموتو النهارده واخد أجازة، فأنا شكلي كده هاشتغل وقت أطول. تاتسو بيقول له: ها، أنت بتقول إيه؟ شين بيحاول إنه يقرا أفكار تاتسو، بس مش بيعرف إنه يقرا فكرة واحدة حتى. ولما بيكون بيفكر القطر بيجي من ورا شين بسرعة عالية، بس بيلحق نفسه وبينط، وفي نفس الوقت بينط معاه تاتسو وبيرمي عليه سكينتين، واحدة ناحية عينه والتانية ناحية رجله. شين بيبقى مش عارف يتفادى غير السكينة اللي ناحية عينه، والتانية اللي ناحية رجله بتخبط فيه. ولما بينزلوا تاني على السكة شين بيبدأ يفقد التوازن بتاعه وبيقع من طوله، وعينه بتحمر وبيكون مش شايف كويس. فتاتسو بيقول له: ايه رايك في خلطه السم بتاعتي؟ وبيقول له: حاسس بايه دلوقتي وانت هتموت خلاص؟ شين بيقول له: اخرس، مش انت اللي هتحدد انا هموت ولا لا. تاتسو بيقول له: عيونك دلوقتي بتفكرني بعيون ساكاموتو، لما شفتها كانت عيون واحد جبان خايف من الموت. وبيقول له: لما بتكون خايف من الموت بيبان في عينك الخوف ده، والخوف برضه هو اللي بيخليك مش عارف تاخد قرار، زي ما حصل معاك لما كنت خايف من السكينه تيجي فيك، فده اللي خلاك ما تعرفش تفلت منها. شين بيضحك على كلامه وبيقول له: ساكاموتو خايف من الموت؟ اكيد خايف عشان هو لسه عايز يحمي عيلته. وبيكمل وبيقول له إن الإنسان لما بيقاتل عشان يحمي حد عزيز عليه بيقاتل لآخر نفس. تاتسو بيقول له: كلام جميل وكل حاجة، بس هو أنت أصلا قادر تشوفني؟ أنت بتتكلم بالثقة دي إزاي؟
شي بيقول له مش مهم أنا قادر أشوفك ولا لأ، لأن كده كده أنا مش هقدر أتحرك غير لقدام. وفجأة القطر بيجي من وراهم مرة كمان، بس المرة دي نطة شين بتكون واطية شوية، وده عشان يستغل سرعة القطر ويعرف يمسك تاتسو. وفعلا شين بيعرف إنه يقفشه، فتاتسو بيقول له شاطر، هتعمل إيه بقى دلوقتي؟ شين بيقول له معرفش، وبيضربه ضربة بس تاتسو بيعرف إنه يصدها، وبيكمل تاتسو وبيضرب إبرة في كتف شين، وبيحاول يضربه كمان بالسكينة بس شين بيفلت منها، وبيبدأ يركز عشان يقدر يلاقي حاجة سريعا تخليه يفلت من الوضع ده، لدرجة إنه بيسمع تقريبا معظم اللي في الملاهي. وفجأة بيسمع صوت أفكار ساكاموتو اللي بيكون بيدلع نفسه بطعم الفشار، وبمجرد ما بيسمع صوته بياخد المتهور ده تاتسو وبينط بيه من فوق، وبيقع على المسرح اللي بيكونوا بيعملوا مسرحية فيه، وبياخد شين لبس الأرنب ده وبيقول للممثل التاني ريح أنت دلوقتي، وبيبص لتاتسو وبيقول له استعد بقى الراوند 2. تاتسو بيقول له أنت متأكد إنك عايز تفرج الأطفال دول على الدم؟ ومرة واحدة شين بيرزعه بوكس في وشه بيخلي تاتسو يستغرب ازاي شين بتكون حركاته سريعة ودقيقة كده ولا كأنه شايف، وبيكمّل شين ضرب في تاتسو، ومش بيدّي له فرصة واحدة حتى إنه يضرب، وبيكون وسط اللي بيتفرّجوا عيلة ساكاموتو، وساكاموتو اللي بيكون مركّز أوي في اللي بيحصل، وده عشان هو اللي بيقول لشين يتحرّك إزاي عن طريق إن هو بيفكّر في الحركة وشين بيسمعها، وأخيرًا شين بيوجّه له الضربة الأخيرة. بس الموضوع لسه ما انتهاش، لإن لسه في 2 مختالين جايين لساكاموتو، وهُم واحد اسمه بويل وبنت اسمها أبيجيرو. مرّة واحدة بويل بيزعّق فيها عشان المجرمة كانت هتدوس على النمل اللي كان بيعدّي، بويل بيقول لها إنها أقتل إنّما أقتل روح مش تبع المهمة، ليه فاكراني شيطان؟ بعدها بنرجع لشين اللي بتكون له بتحط له الدوا بتاع السم اللي خده، وبتقول كويس إنه كان شايل معاه الدوا، فتاتسو بيقول لها ما ده طبيعي ما ده من بديهيات الشغلانة. بعدها ساكاموتو بياخد له فشارايه وبيقول له أنت مين بقى اللي بعتك؟ تاتسو بيقول له هتسيبني أروح لو قلت لك؟ فلو بتتحرك بكل هدوء ناحية تاتسو وبتمسك السكينة وبتقول له هي دي سكينتك المسمومة صح؟ فبتغزه بيها في صدره وبتبدأ تنقط من الدوا قدامه وتقول له يا تلحق تقول مين اللي بعتك يا ما تلحقش. شي بيقول لها على فكرة أنا لسه ما استعملتوش على العين التانية. فتاتسو ما بيكمّلش ثانية وبيقول لهم إن اللي بعته هي منظمة اسمها دوندنكاي. شي بيقول له: "بعد كل كلامك عن الخوف من الموت ومش عارف إيه، ما كمّلتش ثانية وقُلت كل حاجة." تاتسو بيقول له: "ما أنا مش عايز أموت برضه، وكمان الشغل ده تقدر تقول عليه part time، ده غير إن أنا ما يفرقش معايا الشركة دي بنكلة." شي بيقول له: "هو أنت شغال تبع جيم ميم يه؟" اللي هو بتقول له: "إيه جيم ميم يه دي؟" فبيطلّع لها رخصة مكتوب عليها جملة جمعية المختالين اليابانية، وبيقول لها إن المنظمة دي منظمة مختالين محترفة، وده اللي كان عضو فيها هو وساكاموتو. ويقول لها إن اليابان كلها ما فيهاش غير 400 مغتال. تاتسو بيقول لساكاموتو ينفع أسألك سؤال؟ هو أنت فعلا كنت ضمن حاجة اسمها النظام؟ فساكاموتو بيسكت ومش بيرد. فتاتسو بيفهم إن في حاجة اسمها النظام وإن هو كان عضو فيها. وبعدها عيلة ساكاموتو بتيجي ومراته بتسأل انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فشين بيقول لها مفيش، ده الممثل ده كان بيحاول يتدرب على المشهد فاحنا كنا قعدنا نتفرج. وبعدها بيسيبوا تاتسو وبيمشوا وبيجي شين وبيقول له أحسن لك ما تقربش مننا تاني. فتاتسو بيقول له انتوا مش هتقتلوني؟ شي بيقول له لا طبعا احنا جايين هنا عشان ننبسط. وبترجع بنت ساكاموتو عشان تحط له لزة على الجرح. بعدها تاتسو بيفك نفسه وبيقول في نفسه ايه العيله الغريبه دي اما اروح بقى اخد لي جوله في الملاهي واروح. وبعدها ولما بيكون تاتسو بيغسل ايده في الحمام بيبص في المرايه وبيلاقي وراه بويل وبيجروا بتكون معاه برضه فبيقول لهم انتوا جايين هنا ليه؟ بويل بيقول له احنا جايين هنا بس عشان نكمل المهمه اللي انت فشلت فيها. وبتكون ابيجيرو متحمسه عشان تشوف الاسطوره ساكاموتو. بويل بيقول لها انت شكلك ما قابلتهوش قبل كده وبيحط ايده على جرح في وشه. فهي بتقول له ما تقولش ساكاموتو هو اللي عورك كده؟ فبيقول لها لا ده انا وقعت من كام يوم واتعورت. تاتسو بيبص لهم باستغراب وبيقول في نفسه هو ممكن يكونوا هبل شويه بس دول كانوا السبب في موت 100 شخص في المعركه اللي حصلت قبل سنتين ولقبهم هو ثنائي الدوندنكاي. بعدها بتكمل عيلة ساكاموتو رحلتها في الملاهي وبيجربوا شوية ألعاب لغاية ما بيوصلوا لبيت الرعب أنسب مكان للاغتيال. ولمّا بيدخلوا بتكون في كاميرا بتراقب دخولهم، واللي بيراقبهم هو بويل وبيجيرهم. بنرجع لساكاموتو والجماعة اللي فجأة بيطلع على شين ولو واحد وبيحاول يقتلهم، بس هُم بيفلتوا منه، وبيتحرك بعدها ناحية ساكاموتو اللي بيعمل كام حركة بسرعة وفجأة بيثبته مكانه. وبعدها بنرجع لبويل وبيجيرو اللي بتقول له: "أنت ليه عايز تقتل ساكاموتو؟ هو مش المفروض صاحبك؟" بويل بيتعصب جامد من كلمة صاحبك دي، بيقول لها: "ابن الصرمة ده مش صاحبي." وبيرجع بويل بفلاش باك لمّا كان بويل في سن ال15 سنة وساكاموتو في سن ال14. ولمّا بوي اللي راح لساكاموتو قال له: "أنا سمعت إنك قوي، وسمعت كمان إنك مسكت صاحبي وعدمته العافية في التدريبات، بس ما تفهمش غلط، أنا مش جاي هنا عشان أنتقم لصاحبي، أنا بس جاي عشان أفهم شخصيتك أكتر." ساكاموتو بيطنّش كل الكلام ده وبيكمّل تدريب كأن ما فيش حاجة. بويل ما بياخدش باله إنه مطنّشه، وبيقول له: "أنت شخصيتك عجبتني." ومن ساعتها بقوا مع بعض زي حاجتين في الباس، وبقوا يروحوا مع بعض السوبر ماركت ويشتروا مع بعض. وبعدها ولمّا بيكونوا في المطعم بويل بيقول لساكاموتو: "أنت تعرف إن البنات النهارده بتدّي شوكولاتة للولد اللي بتحبه." وبيقول له كمان: "ما أعتقدش إن 2 رجوليين زينا كده ممكن حد يعبّرهم." وهو بيتكلم مجموعة من البنات بتيجي عشان تدّي لساكاموتو شوكولاتة. ولأ كمان لمّا ساكاموتو بيروح الخزنة بتاعته بيلاقي جواها شوكولاتة بالكوم، وهناك بييجي نجمو اللي بيكون ماشي بعربية مليانة شوكولاتة، وبيسأل ساكاموتو: "مين الكابتن؟" فبيقول له: "ولا أعرفه."
وبيمشي مع نجمه وبيسيب بويل، بس وهو ماشي بيبص له وبيقول له: لو عايز الشوكولاتة اللي عندك دي خدها. بويل بيقول لأبيجيرو: أنا كنت فاكر إن إحنا شبه بعض، بس للأسف ما طلعش رجولي زي ما أنا كنت فاكر. فهي بتقول له: أنت مش واخد بالك إن في سوء تفاهم؟ وبتقول له: فهمتك، أنت بتعمل كده عشان ترد له اللي عمله معاك. فبيتعصب وبيقول لها: لا طبعا، أنا مش بخلط الشغل بالهبل ده. بنرجع لساكاموتو والجماعة اللي بيكونوا خلصوا على بتاع 5 كمان غير اللي فات. بنت ساكاموتو بتبقى مستمتعة بجو الزومبي ده. شين بيقول للو: شايفة البنت مش خايفة إزاي؟ مش زيك جبانة. فلو بتتضايق وبتطلع إزازة عصير ومشيها عصير برضه وبتقعد تشرب لغاية ما تسكر. وبعدها وهم ماشيين بيعدوا على باب كده مليان ختام وفي حد عمال يخبط من الناحية التانية. فالسكرانة لو بتفتح الباب وتقول اللي جوه: صدعتنا يا عم. وبيخرج عليهم من الباب ده جيش ضخم من الزومبي، وبيبدأ ساكاموتو وشين إنهم يضربوا في كل شخص بيقرب منهم. وفجأة بيخرج بويل من وسط الجيش ده وبيضرب ساكاموتو ضربة بتخرج الاتنين مع بعض بعيد عن المكان. ساكاموتو بيتعصب جامد وبيقول لبويل: ابعد عن وشي. فبويل بيقول له: هعمل ايه يا ساكاموتو؟ يا ترى فاكرني؟ ساكاموتو بيقول له: مش فاكرك، فين عيلتي؟ وبيتعصب اكتر وبيقول لبويل: انا هوريك الجحيم دلوقتي. بويل بيقول له: انا هخليك تفتكرني حتى لو بالعافيه، مع انه يعني ما يفرقش معايا انت فاكرني ولا لا. وبنرجع لشين اللي بيدخل الاوضه اللي خرج منها الزومبي وبيلاقي مرات ساكاموتو وبنته مرميين على الارض، وشين بيجري بسرعه ناحيتهم بس بيكونوا كويسين عشان هم اغمى عليهم بس. وبعدها بتيجي ابيجيرو من ورا شين اللي بتقول له: خصم ضعيف زيك مش هيناسب مستوايا. ولسه بتتكلم بتيجي له بترزعها رجل في وشها. ابيجيرو بتتحمس من الضربه دي وبتقول لها: اهو كده الخناقه ولا بلاش. بنرجع لبويل تاني اللي قاعد بيسأل ساكاموتو وبيقول له: انت بجد مش فاكرني يا ساكاموتو؟ ساكاموتو بيقول له: انت مش بتفهم ولا ايه؟ ما قلت لك لا. قول لي مكان عيلتي. بويل بيقول له: انا كمان مش فاكرك على فكره. ساكاموتو بيبقى هيتشل منه وبيقول له: يا عم جاوب على السؤال. بويل بيقول له: انا مش عرفني، هو انا كنت امك؟ ساكاموتو بيتعصب اكتر وبيتحرك ناحيه بويل عشان يضربه. بويل في الوقت ده بيطلّع كورة صغيرة وبيضربها بصباعه في الحيطة عشان ترتد وتنفجر في وش ساكاموتو. ساكاموتو بياخد الانفجار ده وبيبقى لسه واقف وبيحاول يكمّل ضرب، بس بويل المرّة دي بيطلّع كور أكتر من الأول وبيفجّرهم في وش ساكاموتو. وبعدها بينزل بويل بأقوى ضربة عنده على وش ساكاموتو. بنرجع تاني للو اللي بتحاول تضرب أبيجيرو بس هي بتصدّها وبتمسك دماغها وبترُجّها. وبعدها بتؤمر اللي معاها إنهم يمسكوا شين ويربطوه في الترابيزة ويحطّوا المنشار فوق دماغه. بعدها بيجروا وبتحط ساعة رملية وبتقول للو إنها لازم تضربها في خلال 10 ثواني ولو فشلت شين هيموت. فبتقول لها: ها اتحمستي كده؟ فبتبدأ لو تعيط وتتأسف لشين وتقول له: أنا مستحيل عليا أعمل كل ده. فشين وأبيجيرو والراجل اللي ورا بيستغربوا إنها بتعيط في خلال كل ده. بنرجع للبويل اللي بيقول لساكاموتو: شفت يا ساكاموتو ال5 سنين اللي انت اعتزلتهم فرقوا ازاي بين مهاراتنا؟ ساكاموتو بيقوم تاني عشان يضربه بس بويل بيفجر قنابل تانية في وشه وبيقول له عن طريق القنابل الكروية الخارقة هو واللكمات الصاروخية المتفجرة اللي اختصارها لام صاد مين. انت ما عندكش اي فرصة. وبيقول له: حتى دول نسيتهم كمان. ساكاموتو بيقول في سره: ايه الاسماء المتخلفة دي؟ بس بسببها بيفتكر ساكاموتو لما كان صغير جه بويل وعرفهم على سلاحه الجديد اللي بيكون عبارة عن جوانتي بيضرب قنابل، وهو بيتكلم عينه بتقع على ورق مكتوب عليه تركيبة القنابل دي. بنرجع تاني لبويل اللي بيقعد يضرب ساكاموتو وهو بيقول له: ده انت كنت قدوتي، كنت اي مهمة تاخدها كنت بتعملها بأحسن شكل، ده انت كفاية انك كنت بتاخد شوكولاتة من البنات. بيقول له: خيبت املي فيك، ازاي بقيت بالضعف ده؟ ضعفك ده هو اللي خلاك مش قادر حتى تحمي عيلتك، انت دلوقتي مجرد شخص تخين مليان ترهلات. وبعدها بويل بيشحن الجوانتي بتاعه وبيضرب ساكاموتو بأقوى ضربة عنده وبعدها بيلف في ظهره وبيقول له سلام. وفجأة بويل بيحس كأن في 5 سيوف دخلوا جواه، ودي بتكون نية القتل اللي جاية من ناحية ساكاموتو اللي بيكون بيتحرك وسط الدخان ده كله. وبيبدأ يقول لبويل على تركيبة القنابل بتاعته وسط استغراب بويل من إن حد عارف تركيبة القنابل بتاعته. وساكاموتو لما بيخرج من ورا الدخان بيخلع نضارته وبيقول لبويل: أنا افتكرتك يا بويل. بس ساكاموتو شكله بيتغير خالص لأنه بيكون رجع لشكل ساكاموتو القديم أفشخ قاتل مأجور وبيقول له: أنا هاوريك الجد بقى دلوقتي. بنرجع بقى للو اللي أبيجيلو بتتحداها إنها تخش عليها بنية قتل. لو بتقول لها: أنا ما أقدرش أعمل كده لأن ده ضد قواعد عيلتي، عيلة ساكاموتو. أبيجيلو بتقول لها: عيلة إيه؟ عيلة ساكاموتو أصلا ما فيهاش غير 3 أفراد، أنت عبيطة ولا إيه؟ لو بتتعصب منها وبتقول لها: أنت بتقولي لي أنا عبيطة؟ وبعدها لو بتتحرك بسرعة وبتضربها بأسرع وأضعف قوة عندها لأنها بتكون فاقت من حالة السكر اللي هي كانت فيها. فبيجيرو بتتعصب عليها وبتقول لها: أنتِ إزاي استهترتِ بيّا كده؟ ومرّة واحدة بتصاحبها وبتقول لها: عشان كده أنا باحب الناس القوية. نرجع تاني لساكاموتو في شكله الجديد اللي بويل بيقول له: أنا مش عارف إزاي أنت خسيت بالطريقة دي، بس الأحسن إنك تهاجمني بسرعة عشان تلحق عيلتك أحسن الوقت يعدّي وما تلحقش. ساكاموتو بيقول له: ما تقلقش، أنا دلوقتي بقى عندي أهل ثقة. ولسه بويل هيرد عليه ساكاموتو بيتحرك في لحظة واحدة وبيدّي له ضربة خرّجته برّه المكان. وبيكمّل ساكاموتو ضرب في بويل ومش بيدّي له فرصة للرد حتى، لغاية ما بويل بيشحن ضربته وبيضرب ضربته في نفس توقيت ضربة ساكاموتو اللي بتدمّر الجوانتي بتاع بويل.
بعدها بويل بيرمي على ساكاموتو عدد كبير من الكور، ساكاموتو بحركة واحدة بس بيمسكهم كلهم وبيرميهم تاني في وش بويل وبيطيروا لورا. بويل بيكون مستغرب من قوة ساكاموتو الجبارة دي. ساكاموتو بيقول له انت قوي يا بويل، انا في الاول كنت بستخدم قوتي عشان اذي الناس، بس دلوقتي انا بستخدمها عشان احمي الناس اللي انا بحبها، وهو ده يا بويل مصدر قوتي دلوقتي. وبعدها ساكاموتو بيضرب بويل ضربة بتحدفهم هما الاتنين جوه لعبة العجلة الدوارة، بيخشوا بكل رجولة وهم حاطين رجل على رجل. بعدها بويل بيقول له انت اكتر شخصية رجولية انا قابلتها، وبيخسر بويل بعد الكلمة دي. بنرجع لشين ولو بعد ما بيكونوا خرجوا عيلة ساكاموتو من البيت الرعب، ومرات ساكاموتو بتسأل شين عن مكان ساكاموتو، فبيقول لها انا هعرف منين، استنى اروح ادور عليه. وبعدها بينزل بويل وساكاموتو من العربية، فالموظفة بتسأل بويل انت كويس، ايه اللي حصل؟ بويل بيولع سيجارة وبيقول لها يا استاذة انت ما ينفعش تسألي راجل عن سبب اصابته لان دي قلة ذوق. فالموظفة بترد عليه وبتقول له انت مش مهم، انا قصدي عشان تدفع ثمن الصيانة بتاعة العربية. بعد كده بويل بيقول لساكاموتو انت هزمتني هزيمة نقراء، وعشان كده أنا مش هاقرّب لك تاني. بس بويل مش بيكمّل كلامه لإن ساكاموتو بيكون مطنّشه وقاعد بيشتري أكل. شين بييجي بعد كده وبيكون مخضوض من شكل ساكاموتو الرفيّع ده، وبيقول له إزاي أنت خسّيت كل ده بالسرعة دي؟ ساكاموتو بيقول له أنت عارف بقى الحركة بتخلّي الناس تخس بسرعة. شين بيقول له بس مش بالشكل ده، وبيطلّع الموبايل وبيقعد يصوّره. بويل بيقطع الphoto session بتاع شين وبيقول لساكاموتو هتعمل إيه في موضوع المكافأة اللي محطوطة على راسك دي؟ طول ما هي موجودة منظمة الدونتي هتفضل تحاول تقتلك. ساكاموتو بيبقى لسه هيرُد عليه بس مش بيلحق، لأن وشه بيقلب ألوان لمّا بيشوف مراته واقفة هناك وسامعة كل اللي اتقال، وبتقول له: "مكافأة على راسك؟ احكِ لي بقى كده عن الموضوع ده." وبتاخدهم جوّه مطعم وبتجيب كمان معاهم بويل، اللي بيبقى مش عارف إيه اللي دخّله في الموضوع. بعدها مرات ساكاموتو بتبُص له كده وبتقول له: "ها، ارغي." فبيقول لها إن هو عليه مكافأة، وإن المختلين بيدوّروا عليه عشان يقتلوه، زي النهارده كده. فبتتفاجئ من كل اللي قاله ده وبتقول له: "وأنت ما خدتش بالك إن دي حاجة مهمة المفروض تقولها لي؟" فبويل بيمد إيده وبياخد فطيرة من اللي قدامه، وبيقول لها: "الرجالة يا مدام مش أحسن ناس تعرف تتواصل." وبياخد قطمة وبيكمل وبيقول إن الراجل ده كل اللي كان عايزه إنِّك أنتِ وبنتِك تستمتعوا بالرحلة، شخصية رجولية مش كده؟ فبتبُص له وبتقول له: "أنت مين بقى؟" فبيقول لها: "أنا بويل قاتل محترف." فبتقول له: "ممكن ما تقتلش ساكاموتو؟" فبيقول لها: "حاضر." وبتقول لساكاموتو: "أنت كنت فاكرني مش هاعرف؟" فبيرد عليها بإن هو نيته ما كانتش كده، هو بس كان عايز يحميها هي وبنته. مراته بتقول له: "أنت نسيت القاعدة رقم 6 من قواعد عيلة ساكاموتو، وهي إن ممنوع كتم الأسرار." ساكاموتو بيفهم رغبتها وبيحترمها، وبعد ما بتمشي شين بيسأل ساكاموتو: "وبعدين بقى في المكافأة دي هنعمل إيه؟" فبيرد عليه بإن إحنا لو هزمنا اللي مقدم الطلب المكافأة هتتشال تلقائيًا لوحدها. فبيجروا بتقول له: "صعب إنك تعرف مين اللي مقدم الطلب، لأن الطلبات اللي بتتقدم جمعية المحتلين هي اللي بتنظمها." بويل بيقول لها: "بس أنا سمعت إن رئيس منظمتنا عنده صلة بالجمعية." فشين بيقول له: "حلو، خد بقى كلمه." فبويل بيقول له: "أنا إيه اللي يخليني أعمل كده؟ بلس أنا ما أعرفش أصلًا مكان الرئيس." شين بيقول له: "ما لكش فايدة." بويل بيتعصب وبيقول له: "أنت بتعتمد عليَّ ليه أصلًا؟" وبعدها بويل بيودّع ساكاموتو وبيمشي. شين بيقول لساكاموتو: "والحل إيه دلوقتي؟" ساكاموتو بيقول له: "أنا عندي حل." وبييجي اليوم اللي بعده، اللي بيكون فيه شين هيتشل، لإن ساكاموتو في ظرف يوم وليلة رجع مدهن تاني. وبعدها بيوصلوا لمحل تأجير الأفلام، وشين بيلاقي فيلم بعنوان دونكاي. فشين بيسأل ساكاموتو عن المكان ده، فساكاموتو بيقول له إن المكان ده مكان لتبادل المعلومات، وإن المعلومات هنا بتتباع على شكل أفلام. وبعدها ساكاموتو بياخدهم لشاشة عرض عشان يعرضوا الفيلم اللي مع شين واللي اسمه دون دينكاي، وبيتكلم عن إن المنظمة فيها عدد أكبر من 50 قاتل مأجور، وكمان معلومات عن مكان المنظمة. وبيجي بعدها مشهد درامي لواحد واخد 4 سيوف في دماغه، فصاحبه بيقول له ما تموتش، اللي هو إزاي؟ فبيرد عليه وبيقول له يلا ما يبقاش صوتك عالي كده، وبيموت بعدها والفيلم بيخلص. وبعدها بيروحوا يحاسبوا على الفيلم، وهم ماشيين بينده عليهم صاحب المحل وبيقول لساكاموتو انت رجعت العالم القتل ده تاني يا ساكاموتو؟ وبيقول له الأحسن إنك تاخد بالك لأحسن صحابك القدام شكلهم هيقابلوك تاني. ساكاموتو بيقول له قصدك إيه؟ فبيقول له أنا ما أقدرش أقول لك حاجة. وبنروح بعدها المشهد فيه 4 أشخاص قاعدين، ودول بيكونوا هم الأوردر. وفي الوقت ده واحد منهم نده على شيف اللي عمل الأكل، ولما جاله مسك راسه ورزعها على الترابيزه، وبعدها غرس السكينه في ايده وقال له انت ليه حطيت بصل في الاكل. وبيقطع كلامهم شخص اسمه اريا، وده بيكون منظم اتصالات جمعيه المختلين، وبيقول لهم ده شرف ليا اني اقابل اشهر قتله مأجورين المعروفين باسم النظام. فواحد منهم بيرد عليه بان الاعضاء مش كاملين وان لسه في 4 ما جوش. المهم بيجي لهم بخبر ان في شخص بدأ انه يقتل المختلين اللي تبع الجمعيه بشكل وحشي، واريا جه مخصوص عشان يطلب المساعده بشكل مباشر من اعضاء النظام. وبعدها بيوصل شين وساكاموتو ولو لمقر الدوندنكاي، ولما بيوصلوا لأوضة الزعيم وبيفتحوا الباب بيلاقوا مذبحة وكمية ضخمة من الناس منطورة في كل حتة، وبيكون في كرسي وسط الأوضة واللي قاعد عليه بيكون نجمو، اللي بيقول لساكاموتو قفشتني. فشين بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فنجمو بيقول له كل أعضاء المنظمة ومعاهم الزعيم قتلتهم بإيدي. وبيقول لشين أنا آسف، وبيتحرك ناحية شين بسرعة وبيضرب السكينة في رقبة شين. شين بيحط إيده على رقبته وبيلاقي نفسه
لسه عايش عادي لأن السكينة اللي مع نجمه عبارة عن لعبة، فشين ولو بيمسكوا نجمه وبيضربوه تاني، فبيقول لهم أنا آسف مش قصدي، أنا أصلًا لما وصلت هنا هم كانوا ميتين. ساكاموتو بيقول له وأنت إيه علاقتك بيهم؟ فبيقول له ما فيش أنا بس كنت باحقق عنهم عشان عدد كبير من قتلة المنظمة ماتوا. شين بيقول له إيه الجديد يعني في الموضوع ده؟ ما ده الطبيعي. نجمه بيقول له فعلًا معاك حق، دي مش حاجة غريبة، بس الغريب فعلًا لما أكتر من 100 قاتل مأجور يموتوا في الشهور القليلة اللي عدت دي. ودايمًا في مكان الحادثة بيبقى فيه علامة X، فعشان كده سمينا القاتل بسلور. فساكاموتو بيقول له سميتوه، هو النظام بدأ يتحرك؟ لو بتقول له النظام ده نفس الاسم اللي قاله أبو شعر فضي اللي واجهناه. فنجمو بيقول لها إن دي فرقة شغالة تحت إدارة جمعية المختالين، وأعضاء الفرقة دي هم نخبة القتلة المأجورين، والفرقة دي بتدمر أي تهديد ممكن يضر المنظمة. وبيقول لها كمان إن ساكاموتو كان من الفرقة دي، وبيقول لهم كمان خدوا بالكم انتوا برضه من سلور. شين بيقول له إحنا ناخد بالنا ليه؟ إحنا سيبنا حياة القتل ده خلاص. نجم بيقول له أنا ما أعرفش التفاصيل، بس موضوع القتل ده حصل تقريبا في نفس الفترة اللي اتحطت المكافأة فيها على راس ساكاموتو. وبعدها نجم وهو ماشي بيقول لساكاموتو لو أنت تعبت في مواجهتك مع بويل فشكلك كده هتتعب أكتر من اللي جاي. وبيقول له كمان شكل ال5 سنين اللي أنت قعدتهم خلوا مهاراتك تقل. وبعدها بيجي مشهد بيكون فيه شخص لابس أبيض في أبيض وإيده مليانة دم، وحواليه ناس ميتة، ويكون في علامة إكس معمولة بالدم قدامه. وبعدها بنرجع لمحل ساكاموتو اللي بدأت ناس كتيرة تيجي عشان تقتل ساكاموتو وتاخد المكافأة، بس هما بيستغلوا الموضوع ده كويس لأن ساكاموتو بيهزم الناس دي وبعدها بيبيع لهم العلاج. ساكاموتو بيقول لشين احنا شكلنا داخلين على مواجهات أصعب من اللي قبلها، فاحنا عايزين نتدرب ونستعد للجاي. بس بعدها المحل بقى متكسر وده بسبب هجمات المختلين اللي عايزين المكافأة، وعشان هما مش معاهم فلوس مش قادرين انهم يصلحوا المحل. فشين بيطلع ورقة مسابقة جايزتها 1,000,000 ين، بيقول لهم بالجايزة دي هنقدر نصلح المحل. وفجأة بيدخل عليهم واحد وبيسأل عن ساكاموتو، وده بيكون ماشيمو هيسكي وظيفته مغتال. وبيقول لساكاموتو لو قلت لي مكان ساكاموتو هسيبك في حالك يا تخين انت. شين بيقول في نفسه ما هو ده ساكاموتو. ساكاموتو بيقول له انا مجرد واحد شغال هنا. هيسكي بيقول له ازاي بس مش ده محل ساكاموتو برضه؟ ساكاموتو بيقول له يوه ده في محلات كتير بالاسم ده. شين بيبقى مستغرب من الغبي اللي قدامه وبيقول ازاي مش عارف الهدف اللي جاي يقتله. هيسكي بيكمل وبيقول بس انا سألت واحدة عجوزة في الطريق وقالت ان ساكاموتو هنا. شين بيقول له اصلا ان الاسم اللي انت بتقول عليه ده يبقى في ملايين بتستخدمه. هيسكي بيقول له يا خبر وانا هادوّر إزاي في كل العدد ده؟ ده أنا أصلًا مش معايا فلوس الأكل. فبيقعد يستعطفهم لغاية ما بيلفّوا له شوية أكل ياخده، وبعدها بيرجع هيسكي للبيت، اللي بيكون عبارة عن خيمة على السطح، واللي بعدها رياح قوية بتيجي وبتدمّر له الخيمة دي، وفي نفس الوقت الرياح دي بتكون شايلة ورقة مسابقة ال1,000,000 ين اللي شين عرضها على ساكاموتو. وبييجي يوم المسابقة، وبيروح شين وساكاموتو عشان يسجلوا فيها. بعدها بييجي هيسكي اللي بيكون بيتحايل على الموظفة عشان تخلّيه يشارك، فهي بتتعصب عليه وبتقول له: "ما ينفعش تشترك لوحدك، لازم على الأقل يكون معاك واحد كمان." هيسكي بيقول يا نهار أبيض! وهو بيعيط بيبُص وبياخد باله من شين وساكاموتو، وبيجري عليهم على طول، وبيقول لشين عشان خاطري معلش. شين بيقول له يا عم ابعد عننا بقى. هيسكي بيقول له عشان خاطري معلش ساعدني. فبيضطروا إنهم يسجلوه معاهم، والمسابقة بتكون عبارة عن لعبة مسدسات الألوان. وبمجرد ما بتبدأ المسابقة 3 من المنافسين بيكونوا شايفين فريق ساكاموتو إنه مبتدئ، بس هيسكي وفي ثانية واحدة بيخرّج ال3 وبييجي بعدها 2 كمان، وبيحاولوا إنهم يخرّجوا ساكاموتو، بس هو وفي ثانية واحدة بيخرّج ال2. هيسكي بعد حركة ساكاموتو بيبُص لهم وبيقول لهم: "بس أنتم شكلكم محترفين، ما تقولوليش إنكم بتلعبوا اللعبة دي كتير صح؟" شين بيقول في نفسه كويس إنه غبي. لو بعدها اللي بتكون سكرانة بتقول لساكاموتو بصوت عالي: "عاش يا ساكاموتو يا أسطورة، أنت ودهنك الحلو ده." هيسكي بيسمع كلامها وبيقول: "ساكاموتو؟" وبيطلّع صورة من جيبه وبيبُص فيها، وبيرجع يبُص لساكاموتو تاني، وبيقول: "لأ مستحيل ده مش شبهه خالص." لو بتروح له وبتقول له: "ما ده المدير بس ساعتها كان رفيع، حتى بُص نضارته وتسريحة شعره زي بعض بالضبط." شين بيسكت لو بسرعة وبيقول لهيسكي: "ده مش شبهه خالص، مش كده برضه يا ساكاموتو؟" هيسكي بيقول له: "معاك حق." وبيقعدوا يضحكوا، وفجأة كل واحد بيطلّع سلاحه ناحية التاني. وبعدها هيسكي بيقول لهم: "أنا مش هاسامحكم، أنا كنت فاكركم صحابي." بس بيقطع مواجهتهم المتنافسين التانيين ومعاهم فريق الحلاقين. وبعدها بينده هيسكي على بيسكي الطار بتاعه عشان يرمي له سلاحه السنايبر، وفي نفس الوقت بيجري وراه شين وساكاموتو، وأول ما بيشوفهم بيضرب طلقة سريعة ناحية دماغ ساكاموتو اللي بيصدها بإيده اللي بتتخرم بعدها. شين وساكاموتو بيبقوا مستغربين من إن هيسكي عارف يضرب طلقة بالدقة دي ومن المسافة القريبة دي. وبعدها هيسكي بينسحب مؤقتا ولسه شين هيجري وراه ساكاموتو بيوقفوا عشان يتعاملوا مع بقية المنافسين دول. بنرجع لهيسكي اللي بيكون بيعيط عشان هو مضطر يواجه شين وساكاموتو. بنرجع تاني لساكاموتو اللي بيقول لشين اهم حاجه وانت بتواجه السنايبر انك تحدد مكانه وما تسمحش انه يكشفك. واثناء ما ساكاموتو بيحاول يلاقي مكان هيسكي طلقه بتتضرب ناحيته بس مش بتصيبه. بيلاحظ ساكاموتو بعدها ان الطلقه ارتدت. هيسكي بيقول لهم ده انتوا جامدين بقى ما دام عرفتوا تفلتوا من الضربه دي. شين بيقول له ما تفرحش بنفسك قوي دي كانت صدفه. ساكاموتو بيقول له لا دي مش صدفه لان في الغالب الطلقه دي معموله بطريقه تخليها ترتد. هيسكي بيقول له صح الطلق ده معمول عشان محدش يقدر يتوقع اتجاهه. شين بيقول بعد كل كلامك عن إن إحنا أصحابك هتموت وتقتلنا. هيسكي بيقول له ما تبقاش أهبل إحنا قبل ما نبقى أصحاب إحنا قتلة وبمجرد ما بص من المنظار ده ينجح في القتل يفشل. وبعدها بيستمر شين وساكاموتو في الهروب من طلقات هيسكي لغاية ما بيلاقوا حتة يريحوا فيها.
هيسكي بيبدأ يتكلم مع نفسه ويقول أنا دايما كنت أقل من الناس في حاجات كتير، منها اللياقة البدنية ومنها الدراسة، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت ناجح فيها هي القنص. وبعدها هيسكي راح يقدم على وظيفة وعرف عن نفسه وقال إن هو متخصص في القنص وإن هو طور مهارات القنص عنده أيام ما كان في دراسته. فواحد من اللي قاعدين قال له إحنا مش محتاجين واحد ما بيعرفش يعمل غير حاجة واحدة بس. وبعدها ولما كان هيسكي في مهمة كان مسك سكينة وما كانش عارف يواجه حد أو يعمل حاجة بيها. وبعدها واحد جاله وقال له أنا لو شفتك تاني هنا هقتلك. ولما كان قاعد على المكتب واحد جاله وقال له الأحسن إنك تستسلم وتمشي من هنا. وبعدها اتطرد هيسكي من المنظمة. وهو مروح شاف خبر مكافأة ساكاموتو وقال في نفسه إن هو هيثبت ليهم إن هو ناجح. شين بيقول له اسكت بقى ما تتكلمش والمايك شغال. وبيقول له انت مش محتاج تثبت حاجة لحد، كل اللي انت محتاجه انك تثبت لنفسك انك قوي. وفجأة شين بيزعق في السماعة بصوت عالي لأن الناس لما بتتفاجئ أفكارهم بتكون ظاهرة بشكل واضح. بعدها ساكاموتو بيمسك طوبة من الأرض وبيحدفها ناحية سلاح هيسكي اللي بيدمره تماما. هيسكي بيقول بطوبة قدر يعمل كده؟ ده مستحيل إن أنا أقدر أواجهه. بعدها المسابقة بتنتهي والفريق اللي بيكسب هو فريق ساكاموتو. هيسكي بعدها بيقعد يعيط. شين بيقول له أنت كل شوية هتعيط، أنت متأكد إنك قاتل؟ هيسكي بيقول له اسكت وأنت هتعرف منين شعور الضعفاء؟ ساكاموتو بيقول له ضعفاء؟ أنا أول مرة أواجه قناص قوي زيك كده. هيسكي بيعيط أكتر وبيقول له أنت فاكر يعني كلامك ده هيخليني أفرح؟ شين بعدها بيقول فكرتني صح، خد نصيبك من الجايزة وبيدي له 50 ين. هيسكي بيقول 50 ين؟ شين بيقول له ما تنساش انك دمرت معظم المدينة. بعدها بيرجعوا المحل وبيعلقوا الجايزة على الرف. وبعدها شين بيسأل مرات ساكاموتو عن ازاي هي اتقابلت هي وساكاموتو وبيقول لها انا ما اقدرش اتخيل ساكاموتو وهو بيطلب من بنت انها تخرج معاه. فبتحكي له عن المرة اللي ساكاموتو شافها واتصدم من جمالها ولما كانت بتحاسبه على مشترياته حاول ساكاموتو انه يطلع الفلوس من جيبه. وفي الوقت ده هي اتخضت لما شافت الدم اللي موجود على لبسه فساكاموتو حس انها خافت منه فقرر انه يمشي. بس بيتفاجئ لما بيشوفها راجعة ومعاها لزقة طبية ليه فبيتصدم تاني من طيبتها دي. وبتكمل وبتقول لشين الشخص ده طلع غلبان على غير المتوقع. وفجأة شين بيسمع صوت أفكار مرات ساكاموتو فساكاموتو بيقتله على طول بس في خياله وبيقول له اوعى تقرا أفكارها. فشين بيقول له أنا آسف. بس كده الملخص يكون انتهى بتاع أول 6 حلقات من أنمي ساكاموتو دايز. ما تنساش بقى إنك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. بس كده، سلام.